الميه دي ساعتك ما حدش عارف مصدرها ايه، يعني تحت الميه ولا المواسير بتاع الميه اللي بنشرب منها. طب رحنا المجلس بعتوا لنا ناس كشفوا على المواسير لقوا المواسير سليمه. دي الميه جايه من تحت الارض، ما احناش عارفين مصدرها يعني. اديك ساعتك شايفه البيت اهو ما حدش عارف يعيش فيه. وصاحبته سايباه وقاعده ولا هي والله بتربي في جثه. والله بتربي في الدنيا يتامى والله وعينها وقاعده في بيت مش بيتها، يعني مين اللي يستحملها طيب ساعتك؟ خلينا نستحملها شهر او شهرين، يستحملها العمر كله. وحتى لو في ومعهاش سعادتك حتى عشان تهد وتبني. كانت هدت وبنت والله ما كناش هنقول لحد. هنقول هنعلي، طب ما هتعلي مهما عليتي برضه نفس بيته غير اصحاب البيت. لا يرضي ربنا. قلت روح الواد ما يرضيش ربنا. ادفع له مال جو يعني دي طفح هي دي اصحابها ردموها كذا مره، وفي ناس البيوت اللي في الشارع الجبلي اصحابها سابوها راحوا اجروا في الفشل عشان تردمت ميه، والناس دي ردمتها وبعت اللي وراها، وادي البيت اللي وراك ده هم ردموها، هو البيت ده ردموا وفتحوا الجنب الثاني والعزبه كلها كده، يعني العزبه كلها بنفس الطريقه دي. وادي اداره المناسبات اللي عاملين تحفيز قران، وخطبنا المسؤولين من الوحده المحليه ومجلس المدينه. عبد الحميد من عزبة ابو وحش تبع مركز الفشل. احنا بنناشد المسؤولين والمحليات ان شبكه الميه عندنا متهالكه من سنه 90 وهي راكبه مكانها، والمواسير بتضرب، والميه الشرب دلوقتي اختلطت بميه الصرف بتاعت الخزانات، لان احنا ما عندناش صرف صحي وما فيش صيانه في ولا تجديد في شبكه الميه. المفروض نركب شبكه ميه بلاستيك. احنا شغالين بالسجور بتاع النظام القديم بتاع الميه القديمه بتاع زمان لحد دلوقتي، وبناء عليه ان الميه اختلطت بالصرف يعتبر ميه الصرف اختلطت بميه الشرب، عملت امراض وعملت فيروسات. كل العيال الصغيره كلها عندها فيروس سي واتملت. احنا عاوزين صرف صح، عمالين نردم في البيوت ونردم خرسانه ونردم، والميه بتاكل في البيت من تحت. بكره وبعده بعد سنه بعد شهر هتهدم البيوت علينا. يعني اديك شوف الشارع تعالي اللي هناك شوفيه بركه صافيه، واحنا عايشين على الميه ادينا كذا سنه. رحنا المجلس ورحنا لجميع الجهات المختصه عشان تيجي تشوف البلد دي، مش حد سائل فينا. اكلنا احنا مش من مصر ولا مش من الجمهوريه خالص، واحنا واخدين موافقه بالصرف الصحي، يعني احنا لينا حق ان يتعمل لنا صرف